السلام عليكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله استطاعت القوات المسلحة والقوات المشتركة من هزيمة ميليشيا الدعم السريع واسترداد مدينة خبيلة بولاية جنوب كردفان وفك الحصار عن مدينة الدلن، ورسميا تم إنهاء معاناة أهلنا في مدينة الدلن اللي فرضت عليهم ميليشيا الحركة الشعبية قيادة عبد العزيز الحلو ميليشيا الدعم السريع حصار محكم، وتم ضرب المدينة بالمسيرات وبالمدفعية. أرادوا بأنهم يعني نفس النموذج اللي حصل في مدينة الفاشر يتم تطبيقه في مدينة الدلن اللي هو سلاح التجويع. لكن عزيمة الرجال في القوات المسلحة وفي متحرك الصياد والقوات المشتركة استطاعوا اليوم من دحر ميليشيا الحركة الشعبية وميليشيا الدعم السريع واسترداد مدينة حبيلة وكل المناطق اللي حولها، وأيضا تم فك الحصار رسميا عن مدينة الدلن، وبذلك تم إنهاء المعاناة. وحتستمر القوات المسلحة في تنظيف ولاية جنوب كردفان من ثم التوجه إلى ولاية غرب كردفان اللي ميليشيا الدعم السريع متواجدة فيها الآن. الانتصار ده يا جماعة ما شيء طبيعي، يعني ما حاجة عادية كده تمر بأنه خلاص مدينة وتم فك الحصار عنها. لو عايز تعرف قيمة فك الحصار عن الدلن انظر الشيء اللي حصل للمدنيين في مدينة الفاشر، انظر لكمية الجوع والعذاب والإذلال اللي حصل للمدنيين داخل مدينة الفاشر. الناس بلغ الأمر لأنها تاكل ألف الحيوانات، وده الشيء اللي كان بتخطط له ميليشيا الدعم السريع وميليشيا الحركة الشعبية، إنه مدينة الدلن يعني تمر بنفس الشيء المر به أهلنا في مدينة الفاشر. وكذلك السيناريو كان يراد تكراره في مدينة كادوغلي اللي قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى حتطلع منها الفرقة يعني 14 وتبدأ في دحر ميليشيا الحركة الشعبية اللي الآن بتحاول بأنها تسيطر على منطقة الكويك أو غيرها عشان تفصل الطريق ما بين الدلن وكادوغلي. ده انتصار استراتيجي مهم جدا بيمهد للقوات المسلحة بأنها يعني تعمن الطريق اللي يربط ما بين الأبيض بولاية شمال كردفان والدلن بولاية جنوب كردفان، والسيطرة الفعلية وليس العمليات النوعية على منطقة الدبيبات والحمادي وكازجيل والرياش، من ثم التوجه غربا اتجاه الفولة وباب نوسة وأبو زبد وغيرها من مناطق في ولاية غرب كردفان اللي هي مفتاح مباشرة لولاية شرق دارفور وكذلك لولاية شمال دارفور. وهنا بنتكلم عن استرداد الفاشر ونتكلم عن استرداد الضئين. كل المناطق دي مربوطة مع بعض. أي انتصار أي معركة بتقود القوات المسلحة في أي رقعة في السودان هي مربوطة مع معارك تانية، مربوطة بمناطق جغرافية تانية، وبتمهد لتحرير البلاد من ميليشيا الدعم السريع. نحن كشعب سوداني بنبارك أو كناس موجودة في الميديا بنبارك للأهل الموجودين في الدلن وبنقول لهم أنتوا صبرتوا وانتصرتوا، وبإذن الله سبحانه وتعالى الانتصار ده حيستمر بدحر ميليشيات الحركة الشعبية وميليشيات الدعم السريع في ولاية جنوب كردفان. كونوا أقوياء وربنا يحفظكم، ومبروك الانتصار.